السلام عليكم. معكم محمود احمد. سلسله الدروس الخاصه بنا ان شاء الله بلغه برمجه بايثون 3. اتكلمنا في الدرس اللي فات عن اللوبس. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن اللوب كنترول ستيتمنتس. الاوت لاين بتاعنا هنتكلم عن البريك ستيتمنت والكونتينيو والباس. تعال نشوف البريك. بيقول لك انت بتستخدم البريك عشان تنهي اللوب اللي انت واقف فيه. فرض ان انا عندي لوب مثلا بيطبع ارقام من 1 ل 100 وانا عاوز اول ما يجي عند ال 50 اللوب ده يقف ويكمل تنفيذ البرنامج، فبستخدم كلمة البريك. البريك ستيتمنت بقدر استخدمها مع الوايل ومع الفور. بفرض ان انا لو عندي نستد لوب 2 لوب جوه بعض، البريك هتوقف اللوب اللي هي فيه بس. يعني هي لو في اللوب الرئيسي اللوب هيقف، لو هي في اللوب الفرع اللوب، لو هي في اللوب الفرعي هيقف اللوب الفرعي. خلينا نشوف الفلوت شارت بتاعها. بيقول لك ده الكونديشن اللي عندي. الكونديشن دي لو ترو هيروح يكمل الكونديشنال كود وبعد كده يروح تاني للكونديشن. ده لو مفيش بريك. لو انا حطيت بريك تحت الكونديشنال كود هيخرج من الكونديشن خالص، هيخرج من اللوب ده وهيروح يكمل تنفيذ البرنامج. تعال نشوف مثال. بقول فور لتر لكل حرف عندي في كلمة بايثون لو اللتر ده بيساوي اتش اعمل بريك. طب ماشي، هتعمل ايه؟ هطبع كلمة current letter واللتر. بطبع لك هنا في الاخر كلمة برنت فينش عشان اعرفك ان هو هيخرج من اللوب بس لكن هيكمل تنفيذ البرنامج. خلينا نجرب المثال بتاعنا. نفتح فايل جديد كنترول ان، بقول فور letter ان بايثون اف letter يساوي اتش اعمل بريك. تمام. بعد كده اعمل برنت current letter وهنا letter. بعد كده برنت finish. خلينا نسيف تيست 6، نعمل رن بقت سينتاكس ناقص هنا كوما. نسيف نعمل رن. ايه اللي حصل هنا؟ تعال نشوف الكود بتاعنا ونشوف الاوتبوت. عملت لوب بقول له فور لكل حرف في كلمة بايثون. المفروض هنا هيشوف الحروف اللي هتطبع دي. لو لقى الحرف ده بيساوي اتش هيعمل بريك، يعني هيخرج من اللوب. طب وبعدين هيطبع كلمة current letter ولتر. وده اللي حصل هنا. عمل لوب على كلمة بايثون، طبع حرف البي، بعد كده طبع حرف الواي، بعد كده طبع حرف التي، ولما جه عند الاتش اللي هي الكونديشن اللي عندي عمل بريك، خرج من اللوب خالص. ايه اللي عرفني اللي هو خرج من اللوب ده؟ الجملة دي برنت فينش اتطبعت، بمعنى ان هو خرج من اللوب ده وبعد كده نفذ الجملة برنت اللي هي دي كانت جملة البريك. خلينا نشوف الكونتينيو. بيقول لك كونتينيو بستخدمها عشان ارجع اللوب اللي عندي للبدايه. بفرض ان انا بطبع ارقام من 1 ل 50 واقعد مثلا اول ما اجي عند ال 50 يرجع ابدا اللوب تاني من الاول. الستيتمنت الكونتينيو ستيتمنت بتتنفذ جوه اللوب اللي هي واقفه فيه برضه. لو ليستد لوب بتنفذ في اللوب اللي انا حاططها فيه. الكونتينيو ستيتمنت بقدر استخدمها مع الوايل ومع الفور. تعال نشوف الشكل بتاعه. ده الكونديشن اللي عندي، ده اللي هو اول اللوب. لو انا قلت اف كونديشن، لو كونديشن عنده ترو هينفذ الكونديشنال كود. تمام. طب لو في كونتينيو هيسيب الكونديشنال كود ويروح للكونديشن ده، هيروح لاول اللوب خالص. توضح بمثال. بقول له ده كل حرف عندي في كلمه بايثون لو اللتر ده بيساوي اتش اعمل كونتينيو، يعني اطلع تاني من اول اللوب. برنت current letter ولتر وبعد كده برنت فينش. تعالوا نشوف ايه اللي هيحصل. خلينا نعدي على الكود ده ونشوف كلمه بريك ونكتب كونتينيو. نسيف نعمل رن. ايه اللي حصل لما عملت رن؟ خلينا نجيب الكود. اول حاجه هو عمل لوب على كلمه بايثون عشان يطبع الكلمات. لما لقى الحرف بيساوي اتش عمل كونتينيو، خرج من اللوب. فلما خرج ما نفذش جمله البرنت دي. عشان كده هنا ما طبعش حرف الاتش، طبع هنا البي والواي والتي والاو والان. طب ليه ما طبعش الاتش؟ لان لما الحرف يساوي اتش عمل هنا كونتينيو، رجع تاني الاول اللوب، الجمله دي ما اتنفذتش اللي هي برنت current letter. والاخر خلص طبع فينش لما خلص اللوب. دي كانت الكونتينيو ستيتمنت.
بيقول لك انا بستخدم كلمه باس لما اكون انا مش عاوز اكتب الكود، بستخدمها عشان السنتكس بس. هي نون اوبريشن بمعنى ان هي مش بتنفذ حاجه من الكود، يعني وجودها زي عدم. بستخدمها لما يكون السنتكس بتاع اللغه طالب كده لكن انا مش هستخدمه. تعال نشوف مثال. فور لكل حرف في كلمه بايثون لو الحرف ده بيساوي اتش اعمل كلمه باس. بعد كده هيطبع باس بلوك، ده البلوك بتاعها اللي انت ممكن تحط فيه الكود اللي انت عاوزه، وهيطبع كرنت لتر واللتر، وهيطبع الاخر فينش لما يخرج من اللوب. وجودها زي عدم وجودها، مش هتغير حاجه. خلينا نجرب كده في الكود. نعدل الكود بتاعنا. هنيجي هنا نشيل كلمه كونتينيو، نحط كلمه باس، وبعد كده هنعمل هنا print this is باس بلوك. نسيب نعمل رن. ايه اللي حصل هنا؟ جه هنا عمل لوب على كلمة بايثون. تمام. لما لقى الحرف اتش عمل باس. ايه اللي حصل؟ ما حصلش حاجة، نفذ الجملة دي عادي باس بلوك، وبعد كده كمل تنفيذ البرنامج. وده اللي حصل هنا. لما جه عند البي والواي والتي، جه عند الاتش نفذ الجملة this is a باس بلوك لما الكونديشن عنده ساوت اتش، وبعد كده كمل تنفيذ عادي. طبع الاتش، طبع الاو، طبع الان، بعد كده عمل الفينش. دي كانت البيس ستيتمنت. درس النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.